الزمالك يصبح النادي الأكثر امتلاكاً للأجانب في الدوري، لاعب تحت السن، 5 فوق السن، و3 فلسطينيين. نية داخل الزمالك لضم حامد حمدان ولاعب أجنبي آخر قبل غلق الميركاتو. محمد يوسف ينتظر قرار ريبيرو النهائي بشأن إعارة كاظم إبراهيم بعد الموافقة على رحيل صامويل. عمرو السولية لاعب سيراميكا يتحدى الزمالك ويؤكد: سنلعب للفوز والمنافسة على كل البطولات. مصادر: مطالب بيرسي تاو المادية سبب فشل صفقة انتقاله للزمالك وليس عامل السن. تقارير: أحمد الجفالي يقترب من الانتقال إلى أبها السعودي خلال ساعات. حمزة المثلوثي ينهي اتفاقه مع الصفاقسي التونسي لمجاورة معلول الموسم المقبل. جلسة منتظرة بين محامي مشلك وجون إدوارد لحل أزمة المستحقات وديا وتجنب وقف القيد مجددا. إنبي يترقب معرفة قيمة صفقة انتقال محمود جادي لبيراميدز للحصول على 20% منها. حازم فتوح وكيل زيزو: نيوم السعودي جدد طلب ضم اللاعب بعد انتقاله للأهلي. الأهلي أغلق تماما باب رحيل زيزو ورفض عرضا رسميا من نيوم. زيزو لا يزال يملك عروضا خليجية كبرى، وفضل الأهلي على عروض مالية أكبر. نيوم طلب ضم زيزو من الزمالك سابقا، والعرض لم يكن كبري بل رغبة حقيقية ما زالت قائمة. الأهلي تلقى عرضا سعوديا لبيع وسام أبو علي مقابل 8 ملايين دولار قبل كأس العالم للأندية، لكنه فضل الاحتراف الأوروبي. سيف الدين الجزيري يعتبر المهاجم الأجنبي التاريخي للزمالك، ويحظى باحترام النادي، والمدرب فيرا متمسك به. ياسر ريان: الأهلي يملك أقوى سكواد في إفريقيا هذا الموسم وأفضل من بيراميدز. ريان: الحديث عن أزمات داخل غرف ملابس الأهلي مجرد محاولات لزعزعة الفريق. ريان: كثرة النجوم تفيد الأهلي وتخلق منافسة قوية داخل الفريق. جميع الفرق ستلعب أمام الأهلي دفاعيا، والتعادل سيكون هدفها الأساسي. خسارة الزمالك أمام بروكسي غير طبيعية، وتأقلم الصفقات الجديدة سيأخذ وقتا. ريان: صفقات الزمالك عادية ولا أحكم عليها حاليا، وأتمنى أن عبد القادر لا يعاند إدارة الأهلي إن أراد الرحيل. أحمد عبد القادر ينشر صورة من الجيم عبر إنستغرام للرد على شائعات تغيبه عن تدريب الأهلي الصباحي. مصدر في بيراميدز: طلب عبد القادر الحصول على 50 مليون جنيه سنويا يعطل صفقة تبادليا مع الأهلي.